في هذه الدنيا لا يقاس الغنى بما نملك، بل بما نحتمل حين يضيق كل شيء. قبل مئات السنين عاش شاب ميسور الحال يدعى أيوب. كان طيب القلب حسن الخلق، لكن زوجته كانت كثيرة الشكوى، لا ترى من النعمة إلا القليل. وذات يوم احتضر والده فقال له: يا بني، من كان مع الله كان الله معه، ارض بما كتبه الله لك تكن أسعد الناس. ثم أغلق عينيه. وكان أيوب شديد الحب لوالده، وبعد وفاته قرر أن يعمل بآخر وصاياه ويجعلها دستور حياته الذي لا يزيغ عنه. فعاش راضيا قانعا بما بين يديه، صابرا على أذى زوجته والناس، ذاكرا لله تعالى في جميع أحواله، حتى شعر أخيرا بطمأنينة تغمر كيانه وتمنحه الإحساس التام بالرضا وحلاوة العيش مع الله دائما. وفي أحد الأيام قرر أيوب أن يغير صنعته، فاستخار الله تعالى وفتح كتابه، فوقع بصره على آية تحمل كلمة تجارة. تكررت الكلمة فاطمأن قلبه وعقد العزم على درب التجارة. فأخذ أيوب قروضا من أصحاب المال الذين يعرفونه ويعرفون والده، ثم شد الرحال إلى الهند واشترى بكل ما يملك بضائع، وعاد ينتظر وصولها على متن سفينة تشق له طريق الأمل. عندما كان أيوب والتجار الآخرون بانتظار وصول السفن، وصلت الأخبار بأن عاصفة قوية قد ضربت المضيق، وأن أسطول السفن التجارية الذي كان يعبره قد تعرض للغرق، وأن السفن السبعة لم ينج منها أحد. أصاب الخبر جميع التجار بالصدمة، فأخذوا يتباكون على خسارتهم باستثناء أيوب الذي بدأ هادئا بينهم مشرق الوجه مسلما أمره لله. تعجب التجار من هدوئه وقالوا له بدهشة: كيف لا تبالي بالخسارة وأنت أكثرنا ضررا؟ كل مالك ديون ويجب أن تسدد. فأجاب أيوب بهدوء: إنه أمر الله ولا اعتراض على مشيئته، هو اختار هذا الطريق لحكمة لا يعلمها إلا هو. تقدم الدائنون إليه وأحاطوا به من كل جانب، فأخرج أيوب مفاتيح بيته وسلمها بيد هادئة، وقد رضي بحكم الله. وعاش أيوب في غرفة صغيرة على أطراف المدينة مع زوجته التي لا تكف عن اللوم ولا يسكن لسانها عن التقريع على ما حل بهما. كان أيوب يعمل يوميا وب3 وظائف، يجمع المال ليسدد الدين، فيخرج إلى عمله قبل طلوع الشمس ولا يعود إلا بعد غروبها، وقد أنهكه التعب، فيسقط على فراشه لينام سويعات قليلة لا تلبث أن تقطع بصوت تذمر زوجته المعتاد. وبعد عدة أيام تأخر في سداد ديون الدائنين، فسيق مكبلا بالأغلال، والناس ينظرون إليه في ذهول، وأدخل السجن. وسأله بعض السجناء وقد رأوا هدوءه وسط القيد: أما يضيق صدرك بما جرى؟ فابتسم أيوب بهدوء وقال: سلمت أمري لله فاستراح قلبي، وما كان الله ليضيعني. وفي اليوم التالي جاء القاضي إلى السجن وطلب من أيوب أن يطلق زوجته، بعد أن رفعت طلبا تقول فيه إنها لا تقوى على الصبر إن طال سجنه، فطلب أن يراها فرفضت، فطلقها أخيرا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك حضر عدد من الدائنين وأخرجوا أيوب من السجن واقتادوه معهم، فسلم أمره إلى الله، ثم أخذوه إلى سوق العبيد فعرض هناك وبيع بثمن معلوم لأحد الأثرياء، وتقاسموا المال فيما بينهم لسداد جزء من خسائرهم. أجبر أيوب على أعمال شاقة لا يحتملها أكثر العبيد، فأداها بصمت وأمانة حتى أثار تفانيه استغراب بعض العبيد. وحين يعود مع آخر النهار يلقي بجسده المتعب في زاوية الغرفة يستريح قليلا قبل أن ينهض من جديد، وكان ينصرف إلى العبادة يجعل من مناجاة الله راحة لقلبه وسكونا لروحه بعد طول العناء. وحين رأى السيد أمانته وإخلاصه في العمل اختاره من خاصته ليكون معه حيثما ارتحل. وفي أحد الأيام كان أيوب مع سيده قرب الميناء، وفجأة وقع أمر عجيب، إذ شهد الجميع وصول سفينة تجارية إلى المرسى
لم تكن ضمن جدول الوصول، وعند التحقق من أمرها كانت المفاجأة إنها السفينة الوحيدة الناجية من العاصفة. ثم أعلن الربان أن البضائع كلها تعود للتاجر أيوب. فسجد أيوب في الطريق شكرا لله تعالى، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم. فاستغرب السيد من صنيعه وقال متعجبا: وما شأنك أنت بالأمر؟ فابتسم أيوب بهدوء وقال: ما رأيك أن تعتقني يا سيدي مقابل ضعف ما دفعت لأجلي؟ فضحك السيد ساخرا وقال: ومن أين لك بكل هذا المال؟ فقال أيوب بثقة وسكينة: أمهلني بضع ساعات فقط وسآتيك به. انطلق أيوب إلى ربان السفينة فرحب به وتسلم بضائعه، وبما أنها كانت الوحيدة في السوق بعد غرق السفن الأخرى تهافت التجار عليها حتى بيعت بأغلى الأثمان. وأول ما فعله أيوب توجه إلى سيده واشترى منه حريته وفق الاتفاق. ففرح السيد بذلك وأخبره أنه مرحب به ضيفا حتى يشتري منزلا. وهكذا تبدلت حياة أيوب وانفرجت بعد العسر والشدة، فقضى جميع ديونه ثم اشترى بيتا أكبر من بيته القديم، وتزوج فيه بفتاة جميلة من بنات الأشراف، وسارت أموره المالية على خير ما يرام، فكان دائم الذكر لله تعالى. أما زوجته السابقة فتزوجت رجلا طمعا في ماله فانكشف خداعه، وعاشت معه عيشة قاسية يعنفها ويجبرها على العمل وهو عاطل لا يعمل. وسمعت بأخبار أيوب فأرادت أن تراه بعينيها، فذهبت إلى داره الجديدة فرأته مع زوجته مرتديا حلة جميلة يدخلان بيتهما معا، فبكت ولعنت حظها العاثر وقلة صبرها.